هنحضر الغدا النهاردة مع بعض، وغدانا هو مسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة خطيرة. أنا من الناس اللي دايما بعمل المسقعة اللي هي في الطاسة كده وشوية فلفل والصلصة العادية خالص، فقلت النهاردة ايه المشكلة لو عملتها بالبشاميل بما اني عندي لحمة مفرومة. طب ما يلا نحضرها سوا ونشوف في الوصفة بتاعتنا او غدانا هيكون ايه. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير وتشتركي في القناة. اول حاجه هنعمل اللحمه المفرومه. انا نزلت الاول بمعلقه كبيره من السمن، بعدين نزلت ب3 بصلات وسط مقطعاهم مفروم ناعم. هفضل اقلب في البصل لغايه ما يدبل معايا وياخد اللون البني. نزلت عليه بنص كيلو من اللحمه المفرومه برضو كله مع بعض لغايه ما اللحمه لونها يتغير وتبقى برضو بني. نزلت بطماطمايه مبشوره ناعم. قلبي قلبي كله مع بعضه كده. بعدين هننزل عليها بمعلقه كبيره من الصلصه. صلصة يعني معلقة صغيرة من السكر علشان المواد الحافظة بتاعتنا. وبعدين فصين من الثوم المفروم ناعم، وانزلي ببهاراتك بقى من معلقة صغيرة من كل حاجة. معلقة من الكمون، كزبرة، ملح، فلفل اسود، بهارات مشكل. قلبي قلبي كله مع بعضه لغاية ما تبتدي تتسبك كده وتاخد اللون الاحمر معايا، ووطي عليها النار. تعالوا بقى نعمل البشاميل. حطيت 5 معالق كبار من السمنة، عليهم 5 معالق كبار هرميين من الدقيق، وهنزل عليهم بلتر من اللبن الساقع. قلبي شوية بشوية لغاية ما القوام يفك معاكي وتحسي ان هي بدأت تتقل كده. كل ما تحطي اللبن ساقع كل ما تكتلش وتبقى معاكي حلوة جدا. كل ما بتقلبي هيبتدي القوام يظهر معاكي وتتقل. انزلي بقى بملح وفلفل اسود. بشاميل بقى جاهز. هنجيب الصينيه الحلوه بتاعتنا، هرص فيها بتنجان كنت قلياه مقطعه شرايح وقليته. هنزل بقى بطبقه من البتنجان وطبقه من اللحمه المفرومه وطبقه من البشاميل الخطير بتاعنا اهو. طبعا الفرن شغال عندي. طبعا كل الصينية عندك يعتبر جاهزة على التسوية، بس كل اللي هنعمله ان احنا هنحط الصينية في الفرن. البشاميل هياخد لون من فوق ومن غير بيض بقى ولا اي حتى قطعة من الجبن، هياخد لون لان قوامه حلو جدا. جربي الوصفة وغيري في الغدا النهاردة. بألف هنا وشفا مقدما. باي باي.